في هذا الفيديو غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير ديال البانكيك اللي كيجي بها لذيذ وخفيف ومنفوخ وهشيش. كندير رشه ديال الملحه وكنزيد نص كاس ديال سنيده وجوج شاصيات ديال الفاني وجوج حبات ديال البيض. كنخلط كلشي مزيان حتى كيولي الخليط اللون ديالو ابيض، وكنزيد هنايا نص كاس ديال الزيت وكنخلطو حتى هو مزيان، وكندير 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الحليب ما يعادل نص لتر ديال الحليب. انا ديما كندير البانكيك بنص لتر ديال الحليب وبهاد المقادير هادو كامله. هنايا كندير 3 الكيسان ديال الدقيق، راه عندي الدقيق مغربل مزيان، وكندير شاصيه ونص ديال الخميره ديال الحلويات، يعني شاصيه وحده الخميره وكنزيد نص ديال شاصيه وحده اخرى. ضروري ندوزها في الغربال باش ما يجيونيش دوك التكتلات في الخليط. هنايا كان كيبان ليا بلي الخليط ديالي باقي خفيف واحد شويه، كنزيدو نص كاس ديال الدقيق حتى هو كنغربلو، حيت الخليط ديال البانكيك انا كنديرو شويه ثقيل ما كنخليهش خفيف. وكاضافه ضفت ليها شويه ديال الشوكولاط محكوك لهاد الخليط هذا. اللي بغى يجرب هاد الوصفه يقدر يدير قشور ديال الليمون، انا ما كانش متوفر عندي الليمون، عوضته بشوكولاط محكوك. كما كتشوفوا الخليط خصو يكون على هاد القوام ثقيل شويه. هنايا كنستعمل مقله ديال الطيفال او اي مقله عندكم كطيبوا فيها البانكيك، كنخليها كتسخن واحد شويه على نار منقوصه يعني مهيله، وكندير البانكيك ديالي يطيب، كنخليه حتى كيبدا كيتثقب واحد شويه وكنقلبو مباشره باش ما يتحرقليش من التحت. شوفوا تبارك الله كي كيتنفخ وكيجي طايب مزيان وخفيف بزاف وزوين. وإلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش معاك جيم وابوني وشي كومونتير زوين. هنايا انا اختاريت ندهنو بالشوكولاط، ما رشيتش فوقو الشوكولاط، حتى بهاد الطريقه كيجي بها لذيذ بزاف. وشوفوا تبارك الله كي كيجي من الداخل ديالو، كيجي مفشفش ومنفوخ ولذيذ وما تشبعوش منه. وما تنساوش معكم جيم وابوني.